قصتنا اليوم من مستشفى العباسية للأمراض النفسية في مصر. القصة حدثت قبل حوالي 60 عام، في عام 1960 ميلادي. حدث خلاف بين إدارة المستشفى وفريق الأمن، نتج عنه أن رجال الأمن تركوا مواقعهم. فر في ذيك الليلة 243 مجنون وتوزعوا في أحياء العباسية، أحدثوا ارتباك عام، حتى أنه يقال الرئيس جمال عبد الناصر أمر بتحقيق عاجل في الحادثة. جاء مدير المستشفى وفريق الطوارئ اللي معاه، وش الحل؟ كيف يجمعونهم؟ قالوا ما لنا إلا الطبيب جمال أبو العزم. جاء الطبيب قالوا له شوف لنا حل، كيف نجمعهم؟ فكر الطبيب وتذكر لعبة كان يلعبها مع المجانين في المستشفى، فقال لهم اعطوني صفيرة. جابوا له صفيرة، فقال إذا أنا صفرت لازم تمسكوا بظهري كأنه قطار، وخرج يمشي في شوارع العباسية ويصفر توت توت أنا القطار السريع، وموظفين المستشفى ماسكين في ظهره. بالفعل نجحت حيلة القطار، وكل ما مروا على حي وشارع انضم لهم عدد من المرضى النفسيين، حتى دخلوا فيهم مستشفى العباسية وأغلقوا البوابات. وكانت المفاجأة عدد من فر من المستشفى 243 مريض نفسي، لكن اللي وصلوا بقطار الطبيب 612، بزيادة 369 مريض نفسي جديد. لو حدثت القصة في زمننا هذا، كم تتوقعون عدد الواصلين في هذا القطار؟ السلام عليكم.